ظفر المغربي فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم زوال اليوم رسميا بمقعد داخل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد هزمه منافسه الجزائري محمد رورو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلال انتخابات منطقة شمال أفريقيا التي جرت قبل قليل على هامش الجمعية العمومية العادية لامسيف. وجمع فوزي لقجع 41 صوتا في وقت تمكن رورو من الحصول على 7 أصوات فقط ليفتح بذلك رئيس الجامعة مجالا جديدا للعمل التشاركي مع الاتحادات الإفريقية عبر مؤسسة كاف بعد أن سبق ووقع اتفاقيات شراكة وتعاون مع أزيد من 35 اتحاداً إفريقياً للعبة خلال السنتين الماضيتين. وتمكن أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم من إزاحة عيسى حياتوم على رأس الكونفدرالية الإفريقية للعبة اليوم الخميس بعد تغلبه على الكاميروني بفارق 14 صوتاً، حيث نال الملغاشي 34 صوتاً مقابل 20 فقط لحياته. وعلق أحمد على ذلك بالقول: آمنت بإمكانية التغيير في الاتحاد القاري حتى آخر رمق، وها قد نجحنا في مساعينا. وكان لقجع قد حل بإثيوبيا الاثنين الماضي إلى جانب كل من نائبه الأول سعيد الناصري ومحمد مقروف الناطق الرسمي باسم الجامعة، والإداري معاذ حجاي وسعيد بالخياط العضو السابق في المكتب التنفيذي لام كافن، وطارق نجم الكاتب العام للجامعة، إضافة للعضو الجامعي خيل الرويسي الذي عوض محمد جودار. وركز فوزي لقجع جهوده في الفترة الأخيرة بشكل كبير على انتخابات كاف إلى جانب بعض الأعضاء الجامعيين، وذلك عبر اجتماعه بكل من عيسى حياتو رئيس الكاف السابق وجياني إنفانتينو رئيس فيفا في مناسبتين من أجل دعم ترشيحه، ناهيك عن عقد اجتماعات كثيرة مع مسؤولين كرويين أفارقة على هامش كان الغابون وكان زامبيا لأقل من 20 سنة، وكذا بإثيوبيا قبيل انتخابات كاف.